أهلا ومرحبا بكم. اليوم سنغوص في تطور دبلوماسي لافت جدا يخص قضية الصحراء الغربية. أهلا بك. نعم، التطور ده مهم. المصدر اللي بنعتمد عليه هو مقال تحليلي من موقع كود المغربي، والمقال ده بيركز على امم إعلان مهم من كوريا الجنوبية. صحيح. وهدفنا هنا نفهم أكتر الموقف ده وتأثيراته المحتملة زي ما بيعرضها المقال. بالضبط، الخبر الأساسي اللي بيناقشه المقال هو إن سيول، يعني كوريا الجنوبية، أعلنت بشكل رسمي دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية. المبادرة اللي بيطرحها المغرب كحل للنزاع، حكم ذاتي موسع لكن تحت السيادة المغربية. تماماً. والمقال بيقول إن كوريا الجنوبية بتعتبر المبادرة دي هي الحل النهائي والواقعي كمان للنزاع. وفي نقطة لافتة في الإعلان ده، المصدر بيبرزها كويس: الوصف اللي استخدمته سيول. أها، تقصد وصف المبادرة بإنها جادة وذات مصداقية. أيوة بالظبط. الوصف ده يعني أكيد ليه دلالات دبلوماسية مش بسيطة. أكيد طبعا. المقال بيفسر ده على إنه إشارة لجدية المغرب فعلا، وصدق نيته إنه يلاقي مخرج للصراع ده اللي بقاله سنين طويلة. يعني مش مجرد تصريح دبلوماسي عابر. لا، هو واضح إنه أكتر من كده. ده توصيف بيعكس تقييم، خلينا نقول تقييم إيجابي للمقترح المغربي نفسه. والتقييم ده مش جاي من فراغ، المقال بيحط موقف كوريا في سياق أوسع شوية. صحيح. دي نقطة مهمة جدا المقال بيركز عليها، إن كوريا الجنوبية بتنضم القايمة، قايمة طويلة، ودول كتير فيها بتدعم المبادرة دي. قائمة بتكبر باستمرار. أيوة، المقال بيقول إن عدد الدول دي دلوقتي تجاوز ال 113 دولة حول العالم. 113 دولة ده رقم كبير فعلا. كبير جدا. وانضمام كوريا الجنوبية للقايمة دي مش مجرد رقم بيزيد وخلاص، لا، ليه وزن خاص. وهنا أهمية التطور ده. طيب خلينا ندخل في تفاصيل الأهمية دي أكتر. ليه تحديداً دعم كوريا الجنوبية بيعتبر المصدر ليه قيمة مضافة؟ المصدر بيرجع ده لكذا سبب، أهمها مكانة كوريا الجنوبية نفسها على الساحة الدولية. تقصدي كقوة اقتصادية؟ بالظبط. بنتكلم عن قوة اقتصادية أسيوية ليها وزنها العالمي. يعني دولة بالحجم الاقتصادي والسياسي ده لما تدعم المبادرة ده بيديها زخم. طيب، زخم إضافي كبير. يعني البعد الاقتصادي هنا بيترجم لقيمة دبلوماسية. طيب إزاي المصدر بيربط التطور ده بالجهود الدبلوماسية المغربية بشكل عام؟ المقال بيوضح إن الدعم الكوري ده ممكن نعتبره تتويج وكمان تعزيز للمساعي الدبلوماسية اللي بيقودها المغرب. الجهود اللي بيرعاها الملك محمد السادس تحديداً. تماماً. الجهود دي هدفها حشد التأييد الدولي لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية وكمان لمبادرته للحكم الذاتي. وده بيحط الموقف الكوري في مكانه الصحيح. هو مش حدث منفصل، لكن جزء من استراتيجية دبلوماسية مغربية ماشية بقالها فترة. بالظبط كده. ولو بصينا للصورة الأكبر زي ما المقال بيعربها، هنلاقي اللي ممكن نوصفه تزايد واضح في التأييد العالمي لخيار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كحل واقعي وممكن للنزاع. أيوة، كحل واقعي وموثوق. والموقف الكوري الجنوبي ده بيجي ضمن المسار التصاعدي ده للدعم الدولي. إذن الخلاصة اللي ممكن نطلع بيها من المصدر هي إننا قدام خطوة دبلوماسية مهمة بتعزز الموقف المغربي. صحيح. وبتأكد الاتجاه العام للدعم الدولي اللي بيزيد للمبادرة المغربية. والمهم كمان إنها المرة دي جاية من لاعب آسيوي ودولي مؤثر زي كوريا الجنوبية. ده صحيح. والتطور ده بيفتح الباب لسؤال مهم للمستقبل، والمقال بيلمح له بشكل ضمني. اللي هو مع الزخم ده اللي بيزيد في الدعم الدولي، وخصوصاً لما تنضم قوة اقتصادية كبيرة زي كوريا الجنوبية، يا ترى إزاي المسار ده ممكن يأثر على الديناميكيات الدبلوماسية حوالين نزاع الصحراء الغربية؟ سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. بالضبط، على المستويين الإقليمي والدولي في الفترة الجاية. دي نقطة فعلاً محتاجة متابعة وتفكير.